السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل منشة بقى من الشكارة القديمة. المنشة دي يا حبايبي نقدر نفض بيها شوية تراب على الركنة كده، نهش بيها دبان جميلة جدا. بصوا بقى، صلوا على النبي واذكروا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا زي ما معوداكم ان انا افكار واعاده تدوير في اي حاجه بعملها لكم بردك على القناه. شلنا الشكاره، فتحناها. بصوا يا حبايبي، شلنا حرف الشكارة من هنا ومن هنا وفتحناها بالطول زي ما انتم شايفين كده. سحبنا الخيوط بتاعة الشكارة، واحنا خدنا لونين، دخلنا لونين في الشكارة، لون ابيض ولون احمر، تمام، عشان يدوا شكل مع بعض كده حلو. سحبنا بقى، نسحب الخيوط، بس اهم حاجة نساوي الخيوط بتاعة الشكارة تبقى سوا بعضيها، ولو في حتت طويلة بنقصها، تمام. احنا هنا بس معلنا ان احنا بنشيل الخيوط، نفكك، اصل بتاخد وقت شويه يعني، مش قوي يعني والله. بصوا، بنشيل الخيوط اللي هي من الطرف كده، نسلت 3 خيوط مع بعض ونسحب ونشد ونرص، اللي نشد ونرصه عشان يبقى مش سوا واحد. في بدايه الفيديو كده يا حبايبي، لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك بالقناه، فعلوا جرس الاشعارات عشان كل وصفه من وصفاتي توصل لكم. تسلموا لي حبايبي، مطبخي مطبخ انا عبده. اي عايزه تدوير، اي فكره بتجيني انا بنزلها لكم على طول. اي فكره بتدور في دماغي وكده بعملها لكم وبنزلها لكم على طول، تمام. ودي فكره جميله جدا، هتستفادوا منها كلكم، سهله وبسيطه. اي شكاره عندكم بتاعه رز، شكاره بتاعه خضار، اي شكاره، تمام. مش شرط يكون لونين، ممكن يكون لون واحد، مفيش مشكله. هنسحب بس الخيوط بتاعه الشكاره كده زي ما انتم شايفين، ونرص اللي هنسحبه، هنرصه زي ما انتم شايفين كده، نرصها على الصينيه. انا هنا حاطه الصينيه عشان ما تبهدلش الدنيا في الصاله. بصوا بقى، نسحب ونشد ايدينا من ايد بايد، تشد وايد تمسك من ورا، ونرص الخيوط اللي هي بتاعت الشكاره، تمام. فتحت الشكاره من الجنب وفتحتها كلها كده، وخدت بالطول بقى، خدت بتربيعة الشكاره كلها، تمام. واحنا كده كده هنقصهم من النص، بعد ما نساوي هنقص من النص. بصوا كده يا حبايبي اهوت، حاجة حلوة جميلة جدا. لو في دبان ولا أي حاجة تنفضوا ركنة من الترابة كده، منشة تهش الدبان كده، يعني جميلة جدا، هتعجبكم الفكرة أوي. لو عجبتكم الفكرة اعملوا لايك، عشان اللايك بيرفع الفيديو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، احنا بنسلت الخيوط ونساوي، وبرص كده على الصينية عشان ما نبهدلش الدنيا. بعد ما فتحنا الشكارة، لازم نفتح الشكارة يا حبايب قلبي، تمام. وبعد ما عملنا كده، شلنا الألوان كلها كده، فصصناها من بعضيها اهيت. هنيجي بقى على الشكارة اللي هي نقطعها بس النص كده ونساوي. هنساوي الطرف بس كده زي ما انتم شايفين، بمقص ماشي، بقطر. انا معايا هنا قطر، بساوي بالقطر. قطر كلكم عارفين القطر اللي هو عارفينه كلكم، ما كانش يبقى مقص. هنقص كده النص، تمام، ونحطهم على بعض. معانا هنا الشكارة، هنقصها من الطرف زي ما قصينا الشكارة الحمراء، هنقص الشكارة البيضة من القاع من تحت. وبعد كده هنجيبها بالجنب كده، نجيبها بعرضها، مش هنشيل حاجة ولا هنرمي حاجة، هناخدها كده بعرضها ونقص عشان نفتح الشكارة، عشان نسلت الخيوط من قلب الشكارة، تمام. نلم كده ونسحب. بصوا، 3 مع بعض واشد اسحب، تسحب معايا الالوانات، بصوا زي العسل. بعد ما لميناهم على بعض كده وسوينا، خدنا من الشكارة البيضة كمان شوية، هنقطع من النص. ما احنا عاملين الشكارة بطولها وبالعرض بتاعها، فاحنا بعد ما نسلت الخيوط كلها هنقطع من النص، هنقطع الخيوط دي كلها من النص. معانا عصاية مقشة مكسورة، ومعانا لزق ابيض اللي انتوا الشفاف اللي انتوا عارفينه ده. اي حاجه ان شاء الله يكون لزق، شريط لحام، شريط لحام لزق من العادي، اي حاجه بتمشي. وهلف على ايد العصايه المكسوره عندي دي، ايد مقشه مكسوره، عشان يديها شكل وداري الشكل بتاعها اللي هو الاساسي، تديها شكل حلو في الايد، تمام. بعد دي اول حاجه هبدا فيها. بعد كده هجيب طرف العصايه، بعد ما انا قصيت الخيوط وسويتها مع بعض، هجيب طرف العصايه اللي انا لفيت عليها الشكل الحلو ده، وهجيبها في نص الخيوط وهلف زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. مش اشكال، لو كان مفيش مش عادي بنساوي في الاخر. احنا سوينا، بس برضك ما احنا بنلفه في واحده بتبقى طويله، واحده بتبقى قصيره، احنا هنساوي بعد ما نخلص كمان، تمام. بعد ما لفينا كده هنثبت بالخيط، وهناخد حته من الشكاره اللي ما رميتهاش، الحته اللي كانت ملزوقه في الشكاره البيضه انا خدتها زي مشمع كده، زي بلاستيك بس شكله حلو. لفيته على العصايه ولفيته، بعد ما لفيت الخيوط